هاعمله إن أنا هاقطّع العجينة لكِوَر صغيّرة كده بقد حجم اليوسفي الصغنّن، تمام، وكل كورتين هيعملوا لي رغيف، يبقى أنا هاعمل قد إيه، هاعمل 6 أرغفة ونُص، وهاقول لِك وهاوريكِ إزاي. يبقى نُص كيلو من الدقيق بيعمل لي 6 أرغفة، والوصفة دي عامةً بتكفي 3 أفراد، أنا عاملاها عشان تكفي 3 أفراد. يبقى نُص كيلو دقيق طلّع لي 6 أرغفة ونُص رغيف اللي أنا هاعمله نُص بس. برضه المقطع ده هاسيبه لِك بالراحة عشان تتابعي كده معايا إزاي بافرد كِوَر العجينة. عملت إيه خدوا بالكم، أخدت أول كورة كورتها في العجين. ليه أخدت أول كورة؟ العجين يا جماعة عايز حساسية في التعامل، يعني أنا لما عملت العجينة سبتها تختمر، اديتها راحتها علشان لما اجي اشتغل فيها ما تعكسنيش وتقعد تبقى زي الاستك وتروح وتيجي معايا، انا عايزاها تتفرد كويس وتديني نتيجة فوق الممتازة. فاول خطوة عملتها بعد ما عجنت العجينة ولميتها بالزبدة ان انا سبتها تختمر، ادي اول حاجة عملتها ان انا ريحت العجينة في التخمير. بعد كده كورت العجينة وقعدت اخبزها بايديا كده ومش عارفة ايه، اعجنها قصدي بايديا، فطبعا برضو التخمير فيها هبط شويه. فكل اللي انا عملته ان انا قطعت الكور كلها متساويه الحجم وخليتها ترتاح شويه. عقبال ما قطعت الكور كلها كانت اول كوره خلاص ارتاحت. اخدت اول واحده استعملتها، هتلاقيها ان هي بتتفرد معاكي كويس جدا جدا، لا بتضايقك ولا بتعكسك، وزي ما انتم شايفين كده انا مش مسرعه المقطع، يعني ده بالظبط اللي حصل قدامكم اهو. وانا عايزاها بالسمك الرفيع اللي انتم شايفينه ده لاني هعمل طبقتين من العجين، انا مش عايزه يبقى فيه عجين كتير. فكل اللي عملته ان انا اخدت كرة العجين وفردتها على شوية دقيق كده خفيف. وبصوا شايفين الحركة اللي انا عملتها دي وعملتها في الكرة اللي قبلها، ان انا بحرك العجينة زي عكس عقارب الساعة، كل شوية احركها كده بحركة دائرية علشان تبقى مستديرة، يعني تبقى كلها فاهمين نفس الحجم يعني، ما تبقاش حته مستطيله وحته دايره، لا انا عايزاها دايره كامله كده زي ما انتم شايفين. الموضوع ان شاء الله سهل جدا وبسيط، وعايزه اقول لك والله بجد فعلا الموضوع ما اخدش مني نص ساعه، سواء بقى عجن سواء تحضير حشو سواء خبز. يعني قعدت في الفرن تقريبا هم 7 10 دقايق بالكتير قوي. المخبوزات ما بتقعدش معايا فتره طويله في الفرن، تمام كده، تمام. كل اللي هعمله دلوقتي ان انا هبدا احشي الحشو بتاعي جوه العجينه. طب هعمل ايه؟ هجيب كوره من العجين بعد ما فردتها واحطها كده على الطبق زي ما انتم شايفين. واهم خطوه بقى دلوقتي اللي انا يعني لازم تاخدوا بالكم منها، اي زيت زياده في الحشو بتاعي معلش صفوه علشان ما يهريش العجينه او يطلع بره العجينه او كده. خلاص تمام. هحط طبعا الحشو ده اختياري.